العلم بطيء اللسان بعيد المرام، لا يدرك بالسهام ولا يرى في المنام ولا يورث عن الآباء والأعمام، إنما هو شجرة لا تصلح إلا بالغرس، ولا تغرس إلا في النفس، ولا تسقى إلا بالدرس، ولا يحصل إلا لمن أنفك العينين وجثى على الركبتين، ولا يحصل إلا بالاستناد إلى الحجر واستراش المدر التراب اليابس. انظر إلى من أشغل نهاره بالجمع وليله بالجماع، أيخرج من ذلك فقيها؟ كلا والله، حتى يعتضد الدفاتر ويستحصل المحابر ويقطع القفار ولا يفصل في طلبه بين الليل والنهار.